السلام عليكم. بزاف ديال الناس اللي جامعين شي بركه كيحيرهم دابا واش يشريو دار ولا شقه ولا حتى فيلا. هاد الشيء كيحير بالخصوص الشباب اللي باغيين يديروا اسره والناس اللي خدامين. الاسئله الكبيره هي: واش نشري دابا ولا نتسنى؟ ولا شريت فين خاصني نشري بالضبط؟ وكيفاش نشري بلا ما ندم؟ قبل كل شيء خاصنا نعرفوا ان السوق العقار في المغرب على حسب التقرير الاخير ديال بنك المغرب والمحافظه العقاريه فيه جوج مشاكل كبار. كاين عزوف ديال الناس على الشراء، يعني كاين واحد الركود. سوق العقار نزل ب 30% مقارنه مع العام اللي فات. في نفس الوقت كاين ارتفاع في اسعار العقارات. هاد جوج الحوايج متناقضين، يعني كاين الركود وكاين الغلا. علاش هاد المشاكل كاينين في السوق؟ كاين بزاف ديال الاسباب اللي خلات العقار في الركود وفي نفس الوقت الاسعار طالعه. مثلا تعقيد المساطر القانونيه. المساطر ديال الشراء معقده شويه. مثلا ملي كتشري كدوز عند الموثق النوتير خاصو يتاكد ان العقار ما فيه حتى مشكل وما عليه حتى ضريبه. هاد العمليه كدوز عبر منصه ديال المحافظه العقاريه، ولكن كتاخذ بزاف ديال الوقت، ممكن شهور. وهذا الشيء ما كيشجعش المغاربه اللي عايشين برا باش يشريو ديورهم في بلادهم، حيت عندهم شهر في البلاد على الاقل. مشاكل في الدعم ديال السكن. الدوله دايره الدعم ولكن الشروط ديالو صعيبه. تصوروا من 177 ألف طلب ديال الدعم غير 55 ألف اللي استفدوا. والمشكل هو أن المنعشين العقاريين ملي شافوا الدعم زادوا في الأثمان ديال الشقق. الشقة اللي كانت كتسوى 25 مليون بالدعم القديم داروا ليها 40 مليون. هاد الشيء كيخلي المواطن ما يستفدش بزاف من الدعم، خصوصا في المدن الكبرى. التضخم وارتفاع الأسعار. المشاريع التنموية ديال الدولة، بناء المطارات، الملاعب وتطوير البنية التحتية في شي مدن خلات العقار فيهم يطلع بواحد الطلعة صاروخية. إذن واش نشري دابا ولا نتسنى؟ باش نجاوبوا على هذا السؤال بدقة خاصك تعرف انت علاش بغيتي تشري. كاينين ثلاثة ديال الحالات: الناس اللي باغيين يشريو باش يسكنوا ويستقروا بصفة دائمة مع وليداتهم. إلا قدرتي تستافد من الدعم ديال السكن اللي دايره الدولة اللي هو موجه لك انت كمواطن، هادشي مزيان. ولكن إلا كنتي باغي تشري في شي مدينة من المدن الكبرى بحال طنجة، الدار البيضاء، الرباط أو تمارا، راه غادي تشري العقار ديالك غالي، وغادي تستافد من الدعم غير في الورق، واللي غادي يستافد بصح هو اللي يباع لك الدار. الاستفادة الحقيقية من الدعم كتكون في المدن الصغرى. الناس اللي باغيين يشريو باش يسكنوا فيها لمدة مؤقتة ومن بعد يبيعوها، إما يربحوا منها أو لا يبيعوها بنفس الثمن. هذه راه نفس الحالة الأولى، ولكن خاصك ترد البال حيت الدعم ديال السكن غادي يسالي في 2028. إلا شريتي بالدعم مثلا وجات 2030 أو 2032 وبغيتي تبيع، غادي يكون الدعم سالة على حساب وزارة الإسكان، وغادي يكون دعم جديد بشروط جديدة. من أكثر من هذا الشيء، إلا كنتي باغي تشري مرة ثانية ما عندكش الحق تستافد من الدعم ديال الدولة مرة ثانية، وربما الدار ديالك ما تجيبش لك الثمن الكافي باش تشري دار ثانية من بعد ما بعتي الأولى اللي استفدتي فيها من الدعم. الناس اللي باغيين يشريو باش يستثمروا فيها يكريوها أو لا يخليوها واحد المدة ويبيعوا ويقولوا ربما الفلوس ديال الكرا يقدر يشري بها شقة ثانية. هاد الوثائق اللي عندنا ما فيهمش تفاصيل كثيرة لهاد الحالة بالذات، ولكن الاستثمار كيتأثر بالظروف العامة اللي ذكرناها. الخلاصة والقرار النهائي باختصار: القرار واش تشري دابا ولا تزيد تصبر كيرجع لك انت على حساب حالتك الشخصية، حالتك المادية والاجتماعية والاقتصادية ديالك، وعلى حساب شنو بغيتي من عملية الشراء هذه بالضبط. ممكن تقرر تشري دابا إلا كانت الظروف كتسمح، وممكن تزيد تصبر شويه حتى 2028 باش توضح الرؤيه مزيان وربما يتحل المشكل ديال الازمه العقار. والمغرب مقبل على تظاهرات كبيره بحال كاس الافريقيا وكاس العالم. من بعد هذه الاحداث تقدر توضح الرؤيه اكثر ويقدر العقار ينزل شويه. الله يسهل في قرارك.